السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات من نهوبة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية مكرونة بالبشاميل. نص كيلو لحمة مفرومة، معايا بصل، وجايبة كيلو مكرونة اقدام. اول حاجة هنعصر اللحمة بتاعتنا. يلا بينا. احنا هنا كده معانا سلطة السمنة وحطينا فيها البصل. بص انا هنا معايا اللحمة هحطها على البصل بالشكل ده. طبعا اللحمة عندي كانت في الفريزر فهي هتفك كلها مع بعضيها. وهنزل شوية كمون والسبع بهارات فلفل اسود وشوية ملح، وهسيبهم يتعصجوا مع بعض كويس جدا وهرجع لكم. طبعا قبل ما يكملوا التعصيجة بتاعتهم انا هقطع فلفل رومي وهوريكم احنا بنحطه. انا كده هبتدي انزل بالفلفل اللي قطعته قطع صغيرة بالشكل ده وهقلبهم. واول ما يخلصوا هوريها لكم. طبعا انا هنا حاطه ميه للمكرونه تغلي، ان انا هسلق فيها المكرونه. اول ما هتغلي هسقط فيها المكرونه. هنا كده هنزل بالمكرونه هسيب المكرونه تتسلق وهصفيها وهنعمل البشاميل مع بعض. كده انا هبتدي اعمل معاكم البشاميل. انا معايا هنا 5 معالق من الدقيق، طبعا قدهم سمنه، ومعانا كيلو لبن. يلا بينا هوريكم هنعمل ايه. هنا انا حطيت 4 معالق سمنه وحطيت معلقه زبده، دي اختياري طبعا، عايزين تخلوها كلها سمنه براحتكم. هنزل بالدقيق بالشكل ده وهبتدي اقلبه كده. طبعا هو عشان ما يكلكعش معاكم انتوا لازم اول ما بتحطوا اللبن بتستنيكوا بتقلبوه باستمرار. بصوا انا هنا بس ان السمنه تسيح معايا بس مش اكتر، بقلبها باستمرار بالشكل ده. بعد كده بقوم نازله باللبن مره واحده كده، بتنيني اقلبه على طول كده لحد ما يبتدي يتقل معايا. اول ما القوام يتقل هوريهولكم شكله بقى عامل ازاي. هنا كده انا هبتدي احط البهارات بتاعتي. هنزل بالملح، احط فلفل اسمر، وهحط مكعبين من الماجي كده. نزلت باول مكعب، هنزل بالمكعب التاني بالشكل ده وهبتدي اقلبه كله بالطريقه دي كده. هو مكلكعش معايا خالص، طلع معايا مظبوط. اول ما هيخلص هوريهولكم شكله عامل ازاي. بصوا هنا كده انا هنزل بمعلقه قشطه، دي برضو اختياري بس بتديها طعم حلو جدا. بصوا القوام ابتدى يتقل معايا ازاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي لسه ما خلصتش معانا. طبعا انا هوريكم القوام اللي انا عايزاه، هخلصه وهرجع لكم. بصوا هنا كده خلصت معايا، شايفين القوام اللي هو الكريمي ده اللي انا عايزاه بالطريقه دي كده. يلا بينا بقى هوريكم هنعمل ايه.
بصوا هنا كده انا هبتدي انزل بشوية بشاميل على المكرونة بالشكل ده. بالطريقة دي كده. هقلبها في بعضيها اهو بالشكل ده. طبعا انا هنا محضرة طاجن، هعمل جزء في طاجن وهعمل جزء في صينية. بصوا كده، دي اللحمة اللي احنا عصجناها مع بعض، وادي البشاميل والمكرونة. انا هنا بعمل ايه؟ بحط مكرونة بالشكل ده عشان انا هنا كده هعمل طاجن بالطريقة دي كده. حبيت اوريكم طاجن واوريكم الصينية. باخد اللحمة وانزل بيها بالشكل ده كده. حابين تحطوا معلقة صلصة على اللحمة، دي حاجة اختياري برضو، هي بتديها طعم جميل جدا. بصوا الشكل اهو بالشكل ده. بوزع اللحمة كلها، بعد كده بنزل بطبقة مكرونة بالطريقة دي. اهو بالشكل ده كده. وانزل بالبشاميل بالشكل ده على الوش. طبعا احنا هنا بنحب البشاميل كتير بالشكل ده. بصوا كده. بصوا شكله عامل ازاي. وهعمل معاكم الصينيه وهندخلهم الفرن وهوريهولكم بعد ما يخرجوا هيبقوا عاملين ازاي. نبتدي نجهز الصينيه بتاعتنا كده. انا جبت الصينيه ودهنتها بالسمنه بالشكل ده اهي بالطريقه دي كده، من الجناب ومن كله. بعمل ايه؟ ببتدي انزل بالمكرونه، مش كلها طبعا اهي بالشكل ده. بوزع المكرونه كده واساوي الصينيه بتاعتي بالطريقه دي كده. بعد كده ببتدي انزل باللحمه بالشكل اللي احنا شايفينه كده، بوزعها على الصينيه كلها. هنزل بكميه اللحمه كلها كده وابتدي اوزعها على الصينيه. بعد كده ببتدي انزل بباقي المكرونه بالشكل ده اهو، بوزعها كده. انا هنا كده هبتدي
طبعا انا هنزل بيها مره واحده. بصوا الشكل ده، بالطريقه دي. بوزع الكميه كلها واسوي الصينيه. كده وزعت البشاميل وهدخلها الفرن. وهنا كده المكرونه بعد ما طلعت معانا من الفرن بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. يا رب تكون عجبتكم، طريقتها سهله وبسيطه وكلكم تقدروا تعملوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وعيت من نهوبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.